اقسم بدين الله خسران حوالي 1,250,000 والله العظيم في اللعبه دي. خسران الشباب اللي بتلعب 1 اكس زفت تقريبا. طوب الارض نصحكم، الناس كلها نصحتكم، الدنيا كلها بتحذركم وانتم مكملين زي ما انتم. هقول لك على كام نقطه كده ونمشي فيها واحده واحده مع بعض. اول حاجه، لو هنحسبها حلال وحرام فانت عارف انت بترتكب ذنب قد ايه وبتغضب ربنا في دقيقه كام مره عشان بتلعب اللعبه دي. تاني حاجه، لو هنحسبها مرجله واصول وجدعنه والحوارات دي فانت مش راجل ولا جدع ولا عارف تسيطر على نفسك. زيك زي ايه الستاند ده ليه قيمه عنك. اقسم بدين الله اقول لكم على حاجه، انا عندي 2 اعرفهم بيلعبوا اللعبه دي ضمن مليون واحد اعرفه بيلعبها، عشان تقريبا الا من رحم ربي ما بيلعبش اللعبه دي دلوقتي. فيهم واحد اقسم بدين الله خسران حوالي 1,250,000 والله العظيم في اللعبه دي. خسران حوالي 1,250,000. هتقول لي جابهم منين؟ هو بيخسر وبيعمل قروض وبيعمل حوارات ومشاكل وافلام وابوه ورا منه، بس هو يحمد ربنا ان ابوه مرتاح. الواحد ده انا عارف انك هتشوف الفيديو وهتزعل مني. طبعا يا جماعة الشاب ده كلامه مظبوط 100%. والله يا جماعة ان برضو كذا حد كلمني، والله يا جماعة ان ناس اتدينت وناس هتتسجن وناس اتبهدلت وناس اتشردت وناس سابت شغلها بسبب لعبة المراهنات اللي هي لعبة 1 اكس بيت. يا جماعة الله عز وجل لم يحرم شيئا إلا وفيه ظلم للإنسان، إلا وفيه تعب للإنسان، إلا وفيه مشقة للإنسان. ربنا مش هيحرم لك شيئا لما فيه ضرر عليك يا حبيبي. لو هي حلال أو ربنا محللها عمرها ما يبقى فيها ضرر عليك. يا جماعة لعبة 1 اكس بيت لعبة حرام ومن كبائر الذنوب. الله عز وجل قال في الميسر وهي ميسر وقمار قال إنه رجز من عمل الشيطان. يا جماعة رجز من عمل الشيطان. فأنا رسالة لكل شاب لكل بنت بيلعب هذه اللعبة حرام شرعا وكبيرة من الكبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب وتغضب الله عز وجل وهتخسرك كل حاجة. والله يا جماعة ان شاب كلمني سبب يعني خلاص هينتحر، كان بيكلمني اللي هو خلاص انا هنتحر بسبب اللعبة دي، خسر شغله وخسر فلوسه وخسر كل حاجة. فالله عز وجل لم يحرم شيئا إلا وفيه عاقبة للإنسان. كل واحد بيلعب اللعبة دي اتقي الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل وما تعملهاش تاني، لأن ده ميسر وقمار وكبيرة من الكبائر. ويا ريت يا جماعة نوصل الفيديو ده عندك صاحبتك بتلعب اللعبة دي، ابعت لها الفيديو ده عشان تتعظ بدل ما تضيع. وساعتها كل سنة وانت طيب، هتلاقيك ممكن دخلت السجن، اتفقرتي، اتدينت. ربنا ما بيحرمش حاجة إلا لما يكون فيها ضرر للإنسان. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.